لو مش لاقيه فرق في العضله اللي انت نفسك تكبريها، يبقى الكارب سايكل هو الحل. عايزه تخسسي مناطق معينه وتزودي مناطق معينه وتشيلي الدهون من هنا تحطيها هنا. الموضوع يبان للناس ان هو مستحيل علميا، بس الحقيقه ان هو ممكن، وكمان من واقع تجربتي الشخصيه. ايوه، جسمك لما بيحرق من كله بالتوازي، لكن في خطه ذكيه جدا وده سر الكارب سايكل مع تمارين المقاومه. والكارب سايكل ده معناه تدوير الكربوهيدرات في ايام تمارين الاماكن اللي احنا مش عايزينها تكبر زي البطن والجوانب والظهر. بنوقف الكارب خالص، ويومنا بيبقى عباره عن بروتين ودهون صحيه وخضار. اما في يوم العضله اللي احنا عايزينها تاخد فوليوم او حجم زياده زي الجلوتس، بنرفع الكارب على مدار اليوم بمصادر معقده زي البطاطس والبطاطا والرز. والسر بقى كله بعد تمرين العضله اللي احنا عايزين نكبرها، بنشحن العضله بكارب سريع الامتصاص زي الموز او التمر. العضله بتمتصه فورا وبيديكي بامب كمان الفوليوم اللي بتحلمي بيه. الموضوع مش سحر، الموضوع هندسه للجسم. بس تعالي اقول لك بقى، هل النظام ده يمشي مع كل الناس؟ النظام ده فعال وصارم جدا للناس الادفانس المتقدمين في التمرين، لان النظام ده مش هيشتغل من غير تمرين مقاومه، وكمان بشده عاليه. تمرين مقاومه عالي مع كارب سريع الامتصاص يساوي فوليوم وبامب. لو بطلت اعمل كارب سايكل، هيفضل المكان اللي انا كبرته بنفس الفوليوم. انا عايزه اقول لك ان جيناتك ليها عامل كبير. لو بطلت النظام ده، المنطقه ممكن تنزل شويه، بس مش هترجع زي الاول، وهتفضلي شايفه فرق برضه. قولي لي بقى في التعليقات، كنت تعرفي المعلومه دي قبل كده؟ وايه هي اكبر عضله عنيده معاكي وبتتمرنيها بقالك قد ايه؟